مساء الخير واهلا بيكم في تلجراف مصر. النهارده ضيفتي ضيفه مثيره للجدل ومثيره للمشاكل والمصايب والبلاوي زي ما بتقول قول، يعني من هنا للصبح. حقيقي انا عن نفسي بعرفها من 19 سنه، وعلى مدار 19 سنه هي نجمه وشاطره وموهوبه، وبرضه بتاعت مشاكل. راحت الشارع بتاعت مشاكل، راحت قناه بتاعت مشاكل، راحت لوكيشن بتاعت مشاكل، راحت تمثل دراما ومسرح بتاعت مشاكل فين دي امتى؟ كتير. راحت حتى لما سافرت لبنان عملت مشاكل، ولكن تبقى وتظل وهتفضل ريهام سعيد نجمة وإعلامية متمكنة من أدواتها وناجحة نجاح كبير جدا. ريهام منورة تلجراف مصر مش موافقة وأهلا على بيكي. المقدمة أنا. ليه؟ من أولها؟ مش موافقة على المقدمة، هقول لك ليه. لأن ده سلوجن. يعني عارف لما حد يطلع عليك كلمة فالناس تبتدي ما أنا تتناقلها، جايبك عشان تردي. وهي ملهاش أي علاقة بالحياة. بالعكس، عايزة أقول لك حاجة. في رصيدي أنا متهيألي إن أنا بعدت عن المشاكل بقدر كافي. بقالك فترة أنا مراقب ومتابع لا بقالك لا لا، مش قصدي. أنا ردود أفعالي للناس اللي كانت بتعملي مشاكل اختلفت. اتغيرت. فبقت المشاكل يعني ما بتتعملش زي ما هم عايزين. تمام. لكن انا مش بتاعت مشاكل، انا اتعمل لي مشاكل مم. كتير، بس مش كتير على فكره. 3 مرات مثلا، ثلاث مرات، مرتين. ثلاث مرات قليلين. مفيش اعلامي في مصر ما حصلوش مشكله. صحيح. خالص، صحيح. ولا واحد. صحيح. بس انت ما تنكريش ان اسمك لما يتحط في جملة، لما يتحط في خبر، لما يتحط في بانر، لما يتحط في لايف، بيبقى المردود مختلف. ما هي دي النجوميه الحقيقيه. بس ده اللي بتكلم فيه. يعني مش حاجه انت تطلع ترند كتبتي وخلاص. جملة من فترة، اعتقد في رمضان او قبل رمضان باسبوع، كتبتي جملة والناس اولتها لفكرة ان ريهام بتفكر في الاعتزال. قلت ايه؟ قلتي ان انا بدور على ان انا استريح. اه فالناس خدت ده بمنظور تاني خالص، واحنا اتكلمنا وانت عشان خدت هي خطوات وقتها. عشان هي الناس بتبص للاعلامي على ان كل حياته الشغل. اه. لا، ما هو انا ممكن اكون هرتاح من الصحاب، مم. وهرتاح من الخروجات، مم. وهرتاح من الردود، ان انا ارد على حد بيتكلم عليا، مم. ان انا يبقى عندي سلام نفسي، لكن ملوش علاقه بالشغل خالص. طيب الشغل ما بيتعبنيش. كم مرة اسم ريهام سعيد اسمك اتحط في رول محكمة كم قضيه اترفعت عليا يعني؟ ورفعتيها؟ انا في حياتي كلها رفعت قضيتين. مم. بالظبط قضيتين، واترفع عليا 3. ثلاثة. طب كويس، يعني رقم معقول. ايوه، مش بالنسبه كبير يعني. للاعلامي مش طبعا. كبير يعني. لان كل الاعلاميين بيبقى عندهم رصيد من القضايا. طبعا. خمسة يمكن اسمك برضو هو اللي صنع الضجيج بتاع كل قضية، فالناس تظن ان ده صناعة يعني او على قد ما انت نجم، على قد ما الموضوع بياخد مؤثر. حجم. صحيح. بالظبط. ريهام، هبدأ معاكي من لبنان ومشكلتك مع طبيب لبناني. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا خسيت 30 كيلو او 20 كيلو مثلا في وقت قليل قوي. فحصل لي يعني ترهل لوشي. وانا مش بحب يبقى وشي، انا متعقده من التخن، انت عارف. فانا ما بحبش وشي يبقى تخين، فمش عايزه احط فيلر وحاجات كده. على فكره ريهام والمصحف كانت زي القمر أيوه. وهي في تخينه، ناس وزي بتقول القمر كده. وهي مش تخينه، لا، في لان ناس بتقول انا وانا تخينه شفتها كنت من احلى. 2005 كنت احلى بكتير. في ناس بتقول كده. بس كنت صغيره بقى. لكن وما زلت برضه دلوقتي 50 سنه وبخدود، يعني صعب قوي. فقلت اروح ارفع الخدين دول. بس عمليه بسيطه جدا جدا جدا. تمام. ما فيهاش كل ده. بس فروحت، المفروض اخترت دكتوره حسب الاعلانات اللي بتطلع على الانستجرام دي، قبل وبعد وحاجات كده. ورحت عملت عمليه ووشي باظ. طيب بعد ما وشك باظ اكتشفت ده بعده بقد ايه يعني؟ ايه اللي لفت نظرك؟ انا ببعت، فبيتقال لي النتيجه النهائيه بعد سنه. النتيجه النهائيه بعد سنه. اصبري. ده هياخد وقت، ده هتبقي شكلك مش عارفه ايه، ده ايه. وده طبعا مثبت في الواتساب، يعني مثبت في حاجات رسميه، يعني ان سنه مفيش اسبوع بيعدي غير لما ببعت واتساب اقول انا امتى هبقى كويسه.
بيتقال لي بعد سنه بالظبط النتيجه النهائيه. وهي فعلا عمليه شد الوجه فعلا مدتها سنه. مدتها سنه. طيب يعني اللي انا عايز اتكلم فيه، احنا دلوقتي العمليه بقى لها قد ايه؟ دخلت في سنه؟ سنه وشهرين. سنه وشهرين. وانت بدات تتكلمي فعلا من الشهر انا ما بداتش اتكلم فيها خالص. انا ما اتكلمتش هو خالص. اتكلم لما حط صورتين قبل هو وبعد. حط صورتين. هو اللي نكش. هو انا رحت له 27 نوفمبر عشان اكشف. هو فضل لي طب تعالي اصلح لك، تعالي اشوف وشك، مش عارفه ايه. 27 نوفمبر دي اخبرني ان مش هيحصل اي تعديل خلاص، انت كده، انت هتكملي كده. فطبعا حصل لي حاله انهيار وروحت وخلاص. مش يعني انا واخده عهد على نفسي ان انا يعني مش هتكلم على حد ولا حد يتكلم عليا. فوجئت ان في صوره اتحطت قبل وبعد، صوره مفبركه قبل، دي مش انا خالص، وصوره بعد متغطي فيها عينيا متاخده بفلتر من التلفزيون. فساعتها انا يعني اتوجعت ان لا، يعني مش هبقى مشوهه ووشي باظ، وكمان هتعمل اعلان. احنا متفقين على فكره بعد العمليه ان هو يصورني يعني قبل وبعد، ولكن انت كده بتقول للناس ان انت عملت لي عمليه ناجحه، وده مش حقيقي، بصوره فيك. فده اللي استفزك وحركك طبعا ودخلك في لكن لو ما كانش تنزل الصوره دي انا ما كنتش هجيب سيرته. كنت هتكملي عادي وتشوفي هتوصلي فين. كنت هقول فين. انا عامله عمليه مش كويسه، بس ما كنتش هقول مين. زي ما حصل لي المثلث الموت ده في مناخيري، لغايه دلوقتي محدش يعرف مين الدكتور ده لحد الان. حافظتي على الاسم. عمري في حياتي، يعني في عمري ما جبت سيره الدكتور. انت شكلك وصورتك بيهموكي جدا. كلي، شكلي وصورتي وجسمي وشخصيتي وكل يعني انا واحده طول الوقت بشتغل على نفسي، حتى لما كبرت يعني طول الوقت بحب ابقى احسن، حتى شخصياتا، حتى اداء، حتى كل حاجه. اكتر حاجه ريهام لفتت نظري وزعلتني انا لما انت قلتي ابنك لما كان بيشوفك في الفتره الاخيره كان بيعيط. يعني لما حد متعود يشوفك على مدار السنين بشكل ويجي يشوفك بشكل تاني، خصوصا لو طفل صغير. اقسم لك بالله العظيم هو الموضوع اكبر من كده. انا بنام جنب ابني في سرير واحد. فانت عارف اي بيبي او اي طفل ممكن يعطش بالليل، ممكن اي حاجه، فاحنا نايمين وشنا في وش بعض وهو بيفتح عينه. اكيد. فهيفتح عينه، هيبوسك، هيحضنك، هيقولك عايز ميه. ده بيفتح عينه يصرخ كأنه شاف شيطان. يا خبر ابيض، والله العظيم اقسم بالله. وحسب على هذا القسم ان كان ايه ده يقول لي لوك لايك مونستر، شكلك زي الوحشه او كده. ولغايه دلوقتي يقول لي امتى يا مامي هترجعي بقى؟ بيسال برضه. ايوه، امتى هيبقى شكلك كويس، امتى هتبقي. هو فاكرني عارف مامته يعني. هل ده تعب لك نفسيتك؟ هزك؟ هز ريهام انا داخليا؟ اي حاجه مريت بيها في حياتي مشكله، يعني مشكله سبت فيها الشغل، ومشكله فيها سجن، ومشكله فيها مش عارفه ايه، كانت بتاخد وقتها وتعدي. دي مش عايزه تعدي، لان انت شايفها كل يوم. كل ما تبص في مرايه، كل ما تركب عربيه، كل ما في الاستوديو، كل ما تبص في مرايه، كل ما تيجي نازل، كل ما تيجي طالع، كل ما حد يقابلك، كل ما حد يشوفك، انت مش عارف نفسك. طب بص على صورك القديمه. السوشيال ميديا بالنسبه لي وبرامجي القديمه بتاذيني جدا. يعني النهار بتقعد تنزل برنامجي انا وسعد الصغير وكده، الناس كلها بتتفرج تضحك على البرنامج، وانا بتفرج من منظور تاني خالص. بعد اقول يعني فين انا كنت فين؟ لا بتاثر شديد. ما هي تعوره الوش ما فيهاش معلش. يعني انا طول الوقت ابص لجوزي اقول له انا مش عارفه اعيش، مش عارفه اتكيف. يعني قعدت اقول سبحان الله الجرائم اللي انا عملتها لبنات محروقه والناس ما مش عارفه تتخيلي في يوم ان انت وساره اللي لسه كانت فاقده بصرها من الخرطوش وكده. قعدت اقول يا ربي صبر. يعني انا طبعا كنت ببقى متعاطفه معاهم، وكلنا بنبقى لا، بس هي حاجه صعبه طبعا، حاجه صعبه جدا ان انت يحصل لك ابتلاء زي ده في شكلك او في حواسك او في كده. حاجه صعبه جدا. بس لو انت تساليني انا هقول لك الدنيا طبيعيه، وشكلك برضو مش زي ما انت متخيله يا ريهام. انا بتكلم عن حد عارفك، يعني انا عارفك من سنين،
واتقابلنا مره واثنين وعشرات المرات في الاستوديوهات وبره الاستوديوهات. لا ريهام زي ما انت يعني ما طب اتغيرتيش. هات لي طبق ميه وصابون نغسل وشي انا جايه لك مكياجه وبتاع وكفر وبتاع. بعدين حضرتك في اثر جراحه هنا كبير جدا، وفي تشويه والحفرة دي. وحفره، وفي اختلاف في الالوان، انا ببربش طول ما انا بكلمك، ده مش دلع، ده انا عندي خلل في العصب بتاع العين. طيب حلها ايه يعني؟ هل انت شفتي دكتور تجميل اكثر خبره، دكتور تجميل بره مثلا في المانيا، في فرنسا، حد هنا في مصر؟ لا البربشه دي ملهاش حل، خلصت دي خلاص باظت. الحفره دي ينفع تتملي لكن في تليفات، فدلوقتي مفيش حد عارف يعملها. العين دي بايظه من تحت. طيب القضيه وصلت فين قضائيا على مستوى المحاكم؟ انت كان اخر كلام لينا مع بعض قلت ان انت تاخدي اجراء هناك في لبنان وهتاخدي اجراء في دبي. هل خدتي اجراءاتك القانونيه؟ طلع ان ما ينفعش تبقى رافع قضيه في بلد وترفع نفس القضيه في بلد تاني. فانا رافعه قضيه في مصر. في مصر؟ هي يعني جهه التحقيق دلوقتي في النيابه العامه دلوقتي. لان انا وقع عليا الضرر في مصر. طيب حقك هيرجع ازاي، او الطبيعي انه يرجع ازاي؟ بص انا بؤمن في حياتي جدا ان هي الحياه كارما، يعني اللي بتعمله في حد هيرجع لك اكيد اكيد. طب انت اسف باختصار يعني انت عملت حاجه في حد؟ لا خالص، انا ما عملتش حاجه في حد. انا معتبراها مكلفه. لا ان انا عملت اذيت يعني ناس اكيد ما اعرفش. ممكن من غير ما تقصدي. لكن انا ما شوهتش حد قبل كده. ما شوهتش يعني اي حاجه طبعًا بترجع لك زي ما انت عملتها. انا ما مسكتش وش حد قبل كده شوهته، بالعكس. امتى ريهام تعمل صلح مع الطبيب اللبناني؟ لما تطلع تقول ان انا ضحكت عليك واكلت عليك فلوسك، وده يعني اقسم بالله يعني ولادي وحياه ولادي الثلاثه ما حصل منه حرف. ازاي تقدر ان انت تتجنى على حد بالشكل ده وانت عارف انه مش حقيقي خالص؟ تالت حاجه طلع في لقاء من اللقاءات قال لك اصل انا هحبسها، ما انا ما كنتش عارف تاريخها، ما هي معوده على السجن معوده. انا لما حد بيجي يجيب سيره الحبس الاحتياطي ده، ولازم اقول كلمه حبس احتياطي لانه ما كانش سجن، انا لم يحكم عليا. انا النهارده لو انا عندي حصل حادث سير وخبطت واحد ممكن اتحبس 4 ايام، ما يبقاش اسمها اتحبست. اي حد بيجيب سيره السجن دي او بيتم المعايره بيها خلاص يعني عدى خطوط حمراء. لا يعني لو في احساس للكره هيبقى في بكره يعني بين قوسين كده دخل عداوه معك او استعداكي بالجمله دي. لا وجعني. وجعك؟ هي مش عداء، هو وجعني. انت وجعتني ماشي، ما الوجيعه دي هتجيب عداوه. وجعت مش انا ما اعرفش كلمه عداوه. على فكره ما عنديش اعداء، انا في ناس اكرمتني في حياتي وفي ناس وجعتني. الناس اللي وجعتني دي انا بكرهها ومش بشوفها. يعني ساعات والله ان في ناس مش بفتكرش اسمها من كتر ما بكرههم، لان انا ما عملتلكش حاجه. صحيح. انا دخلت اعمل معاك عمليه اتاذيت. تمام. ريهام انت جبتي سيره الحبس الاحتياطي، ويومها انا فاكر يوم البراءه كنا احنا في قناه النهار وانا اصريت يومها لقطه لغايه النهارده نطول الهوا لقطه لغايه النهارده والله العظيم يا معتز الدمرداش، ربنا يمسيك بالخير ويسلم عليك، وانت اعظم اعلامي في الدنيا. لغايه دلوقتي بعيد لقطه معتز الدمرداش وهو يعلن خبر براءتي. بص انا اشعرت، عارف ليه؟ عشان هو الاعلامي الوحيد اللي طلع على الهوا وهو فرحان. ايوه يوم فرحان، يعني اول ما سمع الخبر في الاير بيس، عارف لما عينين حد تلمع. فانا المشاعر دي يعني بتهزني قوي. صح. خصوصا ان كان في اعلاميين في نفس الوقت بيقطعوا فيا وانا جوه. طبعا. لا احنا يومها انا فاكر احنا مدينا الهوا في اليوم ده، وكان معاكي
زملاء كتير. كان في مصور يعني مش فاكر الاسماء يعني، بس محمد راضي. راضي الجميل. راضي اللي هو شريك في جزء كبير من مسيرتك، وكان يوم فرح لينا كلنا في مش فرح لمعتز الدمرداش بس. انا عايزه اقول لك ان انا لما سمعت خبر البراءه ده يعني انا فضلت طول المحاكمه وهي حاصله قاعده في القفص، قاعده تحت طوال الجلسات. لا هي جلسه واحده، احنا خدنا براءه من اول جلسه. قاعده وقاعد ساكته بس بسمع. كون ان ريهام تقعد في قفص الاتهام، لا بص انا والله اقسم بالله انا عمري في حياتي ما بقول كلام انشا. مصر بلد القانون بيمشي على الكبير والصغير، وما حصلش غير انه تنفذ القانون. يعني ساعتها لما كان في ناس بتلاقيني مثلا بضحك جوه عادي ومفيش حاجه، ساعات بيجي لي لحظات الم عشان ابني كنت سايباه عنده شهر. يا خبر ابيض. وكنت برضع، وهي دي الحاجه الوحيده اللي كانت عامله لي ازمه. الم لا مش ازمه، الم شديد. يعني ولا اللي هو ايه ده ازاي ريهام تتحبس ومن نجمه خالص. كل اللي واجعني ان انا عندي بيبي ممكن ما اشوفوش غير بعد مده طويله، بس انا كنت جوه عارفه ان القانون بينفذ وانا ما عملتش حاجه، فبالتالي مش هيحصل لي حاجه. هنتكلم بعد الفاصل عن التجربه المره دي وتعلمتي منها ايه واستفدت ايه، واكيد كل ما تستدعيها اكيد في وجع جوه ريهام بيظهر، لكن الحياه تجارب واحنا بنتعلم اكيد من كل التجارب اللي بنمر بيها. فاصل وهنرجع تاني مع النجمه الكبيره ريهام سعيد. الحقيقه الحاجه الوحيده اللي لم اتخيلها في حياتي ان انا ابقى متواجده في هذا المكان، مش بفكر خالص فاحنا رايحين فين. فقعدت اقول يا رب، وما اعرفش ليه قعدت اقول ماما يعني كبيره. لا يمكن انا كنت في اللحظه دي حاسه ان كل الناس هتتخلى عني خلاص. دول ناس بيصحوا في الفجر يجروا على المقابر، فجاه وانت بتتكلم ابني. بجد انت عارف والله هي الاجابه الصح. انا جمهوري ما تخلاش عني. رجعنا مع الاعلاميه والصديقه والاخت والحبيبه الغاليه ريهام سعيد. ريهام منورانا. نورك يا سيدي. يمكن قبل الفاصل اتكلمنا عن السجن عالم كبير وحياه مختلفه تماما. ريهام على ايدي ياما حاورت وعملت لقاءات في السجون وقابلت سجنات وراحت وجات معاهم. عايز اقول لك في فظيع في الاول على الموضوع ده، ان انا قبليها على طول. اولا عشان بس اصلح، انا ما دخلتش السجن، انا اتحبست احتياطي. بس هم نقلوني السجن عشان الاسم طبعا زحمه الافيه بقى ان انا كنت بعمل حلقه عن السجن قبليها بما فيش، وعايزه اعمل بلوف ان انا البس جلابيه السجن. ساعتها القائمين على الموضوع قالوا لي ملهاش لازمه، انت مش رايحه تعملي مسرحيه او مسلسل الا انا لازم البس الجلابيه. عايزه البس الجلابيه، وفعلا انا بقى دماغي ايه، لبست الجلابيه. لبستيها. الافيه بقى ان وانا داخله اتحبست يعني خلاص، وداخله انا والمعده جنبي، البنات اللي في العنبر طالعين، فولتي على نفسك يا اختي، كنت عايزه تلبسيها ديكي لبستيها. والله ضحكت ساعتها. يا خبر ابيض. والله ضحكت. يا خبر ابيض. لان فعلا والله يعني ليه اصمم البس، يعني ليه اصمم البسها؟ بشرت على نفسي. لا بشرت على نفسي فعلا. فولت على نفسك. فولت. ايوه. فالحمد لله. لبست الجلابيه في السجن لمده قد ايه؟ في الحبس 45 يوم. 45 يوم. طبعا اي حد مننا معرض لمشاكل ومعرض لحاجات كتير. هل فكرتي في يوم انك انت تتحبسي ولو احتياطي؟ لا نهائي. ما كانش في دماغك اصل انت بقول لك على ايدي حاورتي ناس كتير جدا من السجينات. لا مش عشان حاجه، عشان انا واحده بحترم القانون زياده عن اللزوم في حياتي. يعني حتى الورقه اللي بتترمي في الشارع ممكن اوقف العربيه وانزل واقول لواحد انت كده ازاي وحاجات كده. ما عنديش مخالفات في سواقتي. فلا الحقيقه الحاجه الوحيده اللي لم اتخيلها
انك في حياتي ان انا ابقى متواجده في هذا المكان، لاني عمري في حياتي ما اخترقت القانون. وعلى فكره هو تواجدي في المكان ده كان احتراما للقانون طبعا. لان واحده غيري كانت مشيت، كانت سافرت، كانت عملت مش عارفه ايه وخدت المحامي يحضر. لا، انا لميت شنطتي بارادتي كامله، لان انا المحامي كان بيقول لي هتروحي في مثل هذه الحوادث، هتروحي مش هتطلعي. انا وضبت هدومي وشنطتي وحاجتي وودعت ابني اللي عنده شهر، لان انا عارف حاجات زي الافلام اللي هي وانا راكبه العربيه متجهه للبتاع ببص من الشباك بقول اول مره ابقى رايحه مشوار مش عارفه انا راجعه منه امتى. انت كل حته بتروح تقول له طب انا نص ساعه وراجع، انا ساعه وراجع. اول مره في حياتي ابقى راكبه عربيه رايحه مشوار ما تعرفش ترجعي ازاي انا راجعه امتى ولا راجعه ولا لا. في دردشتنا انا لفت نظري ان ابنك ربنا يديه صحه كان عمره شهر لما دخلت الازمه دي. ازاي واحده ومذيعه واعلاميه ومشهوره وممثله وتخش الحبس الاحتياطي وقلبها مع ابنها لسه لحمه حمراء؟ ازاي الاحساس ده عشتيه؟ انا راكبه العربيه بتاعه الترحيلات دي اللي هي الاتوبيس بتاع الترحيلات، وببص جوزي واقف في البلكونه فوق بتاعه النيابه وانا ببص بشاور له بقول له اللبن. يا خبر والله يعني مش بفكر خالص فاحنا رايحين فين ولا هنعمل ايه ولا اي حاجه. انا برضع ومفيش لبن لان هو عنده حساسيه فبعت يجيب لبن من امريكا. هو ده اللي اخرني في ان انا امثل امام النيابه ان انا مش لاقيه اللبن. فلما استاذ جميل سعيد قال لي لا لازم نروح ما ينفعش نتاخر عن كده، رحت وانا ما عنديش لبن لابني. فكل اللي انا ببص ما همكيش لا الحبس ولا الترحيل ولا الاسم ولا غيره. انا ما عملتش حاجه. هو الواد ما عملتش حاجه فانا طالعه. يعني ما عنديش شك في القضاء 1%. انا اصلا اقسم لك بالله ما كنت فاهمه اصلا انا يعني رايحه ايه المشكله غير بعد مثلا يومين من التحقيق. بدأت تفوقي بقى وتجمعي. لا ما اعرفش ايه هي المشكله اصلا احنا رايحين ليه. ما اعرفش احنا رايحين ليه يعني ما اعرفش القصه مشيت ازاي يعني. فببص له بقول له اللبن فرحانين لي ازاي ان يعني اطمني يعني. وبعدين هو الست اللي هي كانت معايا فبتقولي جوزك بيقول لك تمام ده ركبت الاتوبيس فبتقولي جوزك بيقول لك اللبن تمام يعني اطمني تمام. فروحت بقى وانا عادي يعني مرتاحه مرتاح خلاص بقى انا الحمد لله انا يعني اللي انا عارفه انا ما اعرفش انا كويسه ولا لا او بس انا قويه الحمد لله. يعني ما بفكر لا انا قويه يعني انا ولا رحت بعيط ولا انا عيطت بس في اللحظه اللي هي بيصوروا فيها كده وكده دي. انت تصورتي دي اللي بنشوفها في الافلام دي انهارت بالعياط انهارت جامد. جت لو قعدت اقول يعني ايه خبر ايه الزمن ده لا ما تخيلش خالص. بس برضو لما فضل يقول هتلمي شنطك وتروحي هتتحبسي قلت لهم انا واحده بقالي 20 سنه بطلب من الناس تنفذ القانون فما فيش تأمرون الناس بالجواز. انا هنفذ القانون انا هروح انفذ القانون وفعلا عملت كده. وفعلا يعني من الحاجات ممكن اطلع انا بقى كنت اطلع مثلا اعمل بقى فيديوهات وبص انا وتجري بالقصه. لا انا طلعت كان كل اللي يقول لي انت ليه ما علقتيش ليه ما عملتش قلت لهم عشان انا احترمت القضاء المصري ان مش بس القضاء والداخليه ولان انا اتطبق عليا القانون زي غيري. ودي حاجه انا احترمتها جدا 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 عشان انت عملت باحترام بس ما حصلش استثناءات. تمام. ريهام اول ليله ليكي في هما طبعا اكيد حد بعد اسبوع واثنين بيودوهم من الحجز بتاع الاسم لانه بقى ضيق وفي ناس كده يعني بيودوها بعد يوم بعد اسبوع بينقلوها للسجن المركزي اللي تبع ليه. اول يوم ليكي في السجن المركزي علشان تنفذي الحبس الاحتياطي الحين عرضك على المحكمه. لا هي ليله الاسم اللي كانت سيئه لانها كانت صدمه ليكي.
يعني انا كنت امبارح برضع ابني بالليل نايمه في سريري، والنهارده قاعده لما اتقفل عليك الباب انا فضلت باصه فوق، استغفر الله العظيم، قاعده تقول ليه يا رب؟ ما عملتش حاجه. ليه يا رب؟ يعني ايه حكمتك؟ قول لي ليه؟ ما هو انا مش ما عملتش حاجه، انا كان بقالي شهر بولد وقبليها 3 شهور اجازه، فمفيش شغل. مفيش شغل اصلا. ايوه مفيش شغل عشان اغلط فيه. يعني عارف لو دماغك توديك وتروح، يمكن غلطت في كذا، يمكن عملت كذا، يمكن مثلا حد دبر لي كذا، انا مش موجوده اصلا، يعني انا مش في الحكايه خالص. طبعا. فقعدت اقول يا رب، وما اعرفش ليه قعدت اقول ماما يعني كبيره. يعني انا كبيره على ماما. لا يعني انا دلوقتي كان عندي 43 سنه. يا ماما يا ماما، ما اعرفش ليه يا ماما. يعني ليه بنده برضه الواحد حتى لو وصل 80 سنه يا ريهام ينده على امه وعلى ابوه اكيد، يعني فده احساس طبيعي. الحقيني يا ماما، الحقيني يا ماما. رجعتي طفله. انا بحكي لك بالظبط. أيوة انت رجعتني لحاجات كنت نسيتها. انا فاكره انا وقفت كده، كان في شباك صغير، فضلت باصه منه اكلم ربنا، وبعدين قعدت اقول لها يا ماما الحقيني يا ماما. يا خبر يمكن احساس الامان الوحيد افتقدتيه او بتدوري عليه. لا يمكن انا كنت في اللحظه دي حاسه ان كل الناس هتتخلى عني خلاص. فمين اللي حتى جوزي ما اعرفش هيعمل ايه. يعني انا بالنسبه لي حتى جوزي كان مفاجاه في القصه دي. لان انا برضو كنت متجوزاه بقالي قد ايه؟ كنت متجوزاه بقالي 10 شهور. مين تخلى عن ريهام سعيد في الازمه دي الصعبه دي؟ كل الناس. مش ممكن والله. يعني ايه كل الناس؟ كل الناس، كل معارفك وكل علاقاتك وكل صداقاتك. يعني محدش جه المحكمة، محدش حاول يزورك، محدش وقف. اللي انا شفتهم في المحكمة اول جلسة، كان في اول جلسة اتأجلت لتاني يوم، وبعدين تاني يوم اتحكم فيها، كان سعد صغير. ولغاية دلوقتي حتى سعد لما بيعمل حاجة مش لطيفة او يبقى في بيني وبينه موقف او كده دلوقتي نختلف في اي حاجة، يعني ساعات بيعمل حاجة مش بزعل منه خالص. شايلاله يعني حركه الجدعانه دي. انت متخيل ان انا زعلانه منك؟ لا انا مش زعلانه عشان الموقف ده. لان سعد الوحيد اللي جه هذه المحاكمه بقلب ابن البلد الجدع، مش ترند ولا صور ولا ما كانش في ايامها لسه ما وصلناش لمرحله الترند قوي. كان زعلان متضايق. كان زعلان. بس انا جالي بقى جمهور. ده اكيد كان في ناس كتير جدا من جمهورك هناك. جالي ناس كتير من اتعالجت، جالي ناس كتير، جالي جمهور كتير. أيوة. ده فرحك. دول اللي ما تخلوش بجد. أيوة. انت عارف والله هي الاجابه الصح. انا جمهوري ما تخلاش عني. ايوه خالص. ريهام، قلنا ليله الحجز كانت هي الاصعب والاكثر قسوه. لما رحنا الحجز في الاسم، لما رحنا السجن وزفوكي هناك. بزفوني وانا داخله قالوا الحكايه دي انت في السجن بتقعد اول 11 يوم في عنبر كده اسمه يعني بيبقى كله مع بعضه. بيبقى بقى لسه ما تقسموش مع الكوكتيل، السرقه مع الاداب مع القتل مع شرف قتل مع فكل الناس محطوطه مع بعض في عنبر صغير. انا بالنسبه يعني انا لعلمك والله الاعلام ده بدمي. عايزه تجيب الكاميرا وتصوري، وعايزه المايك. عايزه المايك. قاعده بتفرج. يعني انا كنت ساكته قوي. ساكته يعني. وهم تصدق كانوا محترمين. هم السجينات. السجينات او يمكن كل واحده عندها همها فملهيه. ما حدش ضايقني باسئله. ما حدش قال لك جيتي ولا شرفتي ولا لا ما فيش الكلام بتاع الافلام ده خالص. ده افلام بس. لا مفيش بتاع الافلام ده خالص، ولا في انضباط جدا. ما يقدروش. قعدتي قد ايه في الفتره اللي هي فتره ما قبل التقسيم؟ 11 يوم. دول ممنوع فيهم الزيارات. ممنوع زيارات؟ ولا اي حاجه. دول بقى 11 يوم كانوا سيئين في ان انا ما اعرفش حاجه عن ابني.
نهائي. بص يا سامي، انا بقول لهم دايما دلوقتي حتى لما بعمل جريمه اقول لهم لما حد ابني يموت او كده اقول لهم على فكره بلاش تطلبوا الاعدام، بلاش تطلبوا الاعدام، اطلبوا السجن. لان السجن ده موت، انت بتنفصل عن الحياه. انت ما تعرفش ولادك بيعملوا ايه، باباك بيعمل ايه، مامته بتعمل ايه، انت مت، انت مت طبعا. انت ما تعرفش اي حاجه ولا حد يعرف حاجه عنك. ما هو انت النهارده لما حد بيموت بتنقطع صلتك بالحياه. هو السجن كده موت موت اقوى من الاعدام، اقوى بكتير. بعد ال 11 يوم هل تعودتي على الحياه دي، على حياه انك انت عايشه وسط 4 جدران، مقفول عليك الباب، ممنوع تتعاملي؟ لا انا من النوع اللي بتكيف، فكنت اقعد بالظبط اقول لنفسي ايه ماذا لو. دايما في حياتي عموما دايما احط اسوأ سيناريو. ايوه عشان لو جه يبقى عامله حسابه، ابقى عامله حسابه. فماذا لو يعني حصل ان حد شهد شهاده غلط، عمل حاجه، حصل اي حاجه، هتعملي ايه؟ قول عادي، على فكره عادي، هعيش وهاكل وهشرب وهعمل. وممكن كان في بقى الحاجات اللي هي المشغولات مثلا، أيوة. والمعارض والحاجات دي، هتعلم كذا كنفا واعمل مش عارفه ايه، هعمل هتشغلي هتعيشي. وبعدين فجاه وانت بتتكلم ابني فيروح جاي لك خنجر، ده الوجع والله العظيم، والله سكينه. طب وابني يعني مش هشوفه، مش هيبقى عنده ماما ما يفوق كده الدنيا يقول مامتك. وبعدين انا لا استحق ده. يعني انت عارف لو انت عامل حاجه مش طبعا، بس ايه ده، ايه متذكر كل ايه الكعبله اللي انت اتكعبلتها دي. بس انا طلعت انسانه افضل. اتعلمتي ايه بقى في السجن؟ حاجات كتير قوي 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 قوي. اتعلمت ان انا لا اعتمد على حد في الشغل خالص. خالص. معقوله يعني ال 45 بتوع السجن خلاكي تغيري معتقدك في مهنتك 20 سنه مثلا؟ بقول لك ايه، انا دلوقتي لا اثق في امي في الشغل. في امي. لا في الشغل ولا في كل حاجه، في الحياه وفي الشغل وفي كل حاجه. انا لا اثق، انا بقولها اهو، هي مش سامعاني. انا لا اثق في امي. تزعل مننا كده؟ لا ولا اثق ولا بثق في حد ولا اثق في. السجن علمني كده. المشكله دي علمتني ان انا ما اثقش في حد مهما كانت القرب بيني وبينه خالص، مهما كان اللي باين لي منه، مهما كانت العشره، مهما كانت كده. واللي علمني كمان ان الوقت مهم قوي. ان انا كنت بضيع وقت في حاجات كتير قوي من عمري، منها اني اقعد مع ولادي. يعني انا قعدت اشتغل في النهار 11 سنه، انا ما قعدتش مع ولادي 4 ساعات على بعض. خبر ابيض. انت كنت راكبه عربيه ومسافره. بس انا لسه دلوقتي كده، بس بعمل كده، ولازم اقعد مع ابني قدهم او مع، لانك بدات توازني في ايوه، لانك اتحرمت في السجن من كل الناس تحبهم. فلقيت ان لا، ما انت في يوم هتموت. ما انا قلت لك السجن ده موت. فانت في يوم هتموت، فهتسيب كل الناس دي، فلازم تستمتع بيهم ولازم تقول لهم انك بتحبهم. السجن فوقك يا ريهام، فتح عندك ابواب كانت مغلقه ما كنتش بتفكري فيها؟ لا، عمل لي حاله نضج وحاله حمد. نضج وحمد. يعني انا دلوقتي والله لو جبت لي مثلا ده اشربه قول يا الحمد لله الله بشرب. ما هو السجن فيه كل الاكل، على كل الاكل، في كل الاكل، في حمام مشوي، فراخ مشويه وبط، وفي كل الاكل. لو انت هتشتري الكانتين يعني. واحلى عيش في الحياه. لا انا مش عايزه اقول، بس وحشني عيش السجن فاقول هيبعتوا لك بس انا ما نفسيش قوي يعني. بس بجد عيش اوان رغيف قد كده، الله في بركه قد كده. يعني كنت بستنى العيش ده الصبح افضل فاتحه الباب، والله بيوزعوا العيش على هنابر، افضل فاتحه الباب مستنيه العيش لما يجي اكل وحاجه الصبح. مش ممكن. بيجي سخن. حبايبنا في الداخليه بعد اذنكم، ريهام بتحب لا مش بتحب العيش، مش هفرق الرغيف الحلو ده، فهي مش هتروح طبعا عشان مش هتتحبس عشان تاكل،
فرغيفين كده على النبي. والله العظيم مش معقول، ده مفاجاه بالنسبه لي. انا حاورت ناس كتير خارجه من السجن، يعني في واحد حاورته فعلا يا ريهام 46 سنه في السجن، راجل جميل. اول مره اسمع الكلمه دي. وفي ناس مروا اتحكم عليهم ودخلوا السجن، دلوقتي الناس مش فاكره ان هم دخلوا السجن. يعني انا في ناس بتعيب عليا لما اطلع اتكلم في الموضوع ده واولادي وكده، يقولوا لي انت ليه بتفكري الناس؟ اقول لهم عشان انا لم يتم الحكم عليا. انت حبس احتياطي. انا ما وبعدين انا دي حاجه مش مستعاره منها خالص. مفيش، ده في مهنتك. لا مش مستعاره منها، مش شايفه انها حاجه وحشه. هي تجربه زادتني قوه وخلتني احمد ربنا على كل حاجه، واعرف قيمه اشياء ما كنتش عارفه قيمتها كتير. في الاكل وفي الشرب وفي اللبس وفي الخروج وفي الناس حاجات كنا بناخدها على انها موجوده كده كده، مش عارف قيمتها. ففكره السجن يا ريهام بقسوتها انك اتعلمتي منها واتغيرتي. الحمد لله. اتغيرتي والحمد لله ان انت في الاخر بص على النتيجه. في الاخر ان انا ربيت ابني وطلعت له سالمه ولم يحكم عليا وكده، فلازم ابص لنص الكوبايه المليان يعني. ايوه. طيب وتعلمت حاجه كمان مهنيا، اني لا اتطرق لمواضيع شائكه. تاخدي خطوه لورا. دي اتغيرت فيا قوي، يعني انا كنت الاول عادي اغطي اي حاجه وادخل في اي حاجه، دلوقتي لا. اي حاجه عارفه ان هيجي منها مشاكل، اي حاجه عارفه ان اطرافها واطيين او ممكن كلامه يبقى مش مصدق، او ممكن يبقوا كده، ما ادخلش فيها خالص. انت يعني بتكسري الشر. يعني يقول لك ايه دي بقت تخاف، لا اقسم بالله ولا خوف ولا اي حاجه، انا ما اتغيرتش خالص، انا بس ابعد عن الشر وغني له. ايوه ده اللي بتكلم فيه، فكره انك الثمن غالي طبعا. يعني انا النهارده اطلع اعمل حاجه وبتاع، لا الثمن غالي. والثمن يعني لما انزل رفح واعمل انفاق واعمل حاجه للبلد، اوري الناس حاجه، دي حاجه ليها ثمن لما تموت فيها طبعا. لو خدت طلقه ساعتها ليها ثمن، لكن هتموت مثلا وانت بتغطي جريمه؟ لا ما يصح. موتة مش حلوه. موتة عبيطه. موتة رخيصه. يعني انا لما كنت اخرج مكروه يقول لي ده خطر، اقول له بص مش مهم يحصل لنا حاجه، بس لما يحصل لنا عشان حاجه ليها قيمه، مش حاجه عبيطه، مش موتة عبيطه. ريهام انت عملتي آلاف الحلقات. كتير قوي. تمام. اصعب حلقه عملتيها ايه وكانت مع مين؟ يعني انا في حلقات ليكي فكره الاربع بنات اخوات اللي كان معمول لهم سحر، دول اعتقد في المنوفيه في الغربيه دي، انا المنصوره يعني حاجه في الدلتا، عمري ما انساهم الاربع بنات. ولا لان انا حياتي تحولت بعديهم. وعملتي حلقات كمان من هنا، اعتقد كان ظاهر فيها نائب مصطفى بكري، وكان ظاهر فيها علاء حسني اللي هو المعروف بنائب الجن والعفاريت. اولا انت تتذكري ايه عن الحلقتين دول؟ والجزء الثاني، هل من دور الاعلام يلعب الجيم في مساله الجن والعفاريت والحق، وده راكبه عفريت ودي راكبها جن ودي مش عارف ايه؟ بص، الاعلام مقسم، اعلام خبري انا هطلع اقول نشره اخباريه، ولا اعلام ترفيهي انا هطلع اجيب نجم ونقعد نغني ونرقص، ولا اعلام توعوي اللي هو هطلع اوعي الناس حاجه، ولا انا بعمل تلفزيون الواقع. فدي هي المدرسه اللي انا يعني ازعم اني اكون اول واحده. المواقع دلوقتي ماشيه على النهج على اللي صبايا عمله. معلش يعني حقيقي. ده يقول لك ايه، انت بس دلوقتي يمكن مش ناجحه زي الاول، او لا، هو انا كل الناس بتعمل اللي انا بعمله، ماشي على الخط اللي انت رسمتيه. انا كنت الوحيده في وقت من الاوقات طبعا. فالنهارده انا تلفزيون الواقع ده، انا رحت اغطي، بنسميها بالامريكاني كده او بالانجليزي ستوري، قصه. اكيد. انا رايحه القصه لاربع بنات تعبانين نفسيا، واخده دكتور نفسي معايا في العربيه، ومتجهه لهناك. وكان الستوري او القصه اللي فيها ايه، ازاي 4 اخوات تعبانين نفسيا في نفس الوقت. هي دي ستوري. هي دي القصه. لان انت لو حد تعبان نفسه خلاص، ده عيله. البلوف اللي في القصه ايه اللي خلى عيله تتعب نفسيا، تتضرب كده. يعني بيقول لك دول ناس بيصحوا في الفجر يجروا على المقابر ويفضلوا قاعدين على الجاريه دي
طالعين من البيت متوجهين للعربيه، والدكتور ده يعني بقى ايه رياضي. بقول لك والله العظيم لو اللي هي السباق اللي هو الماراثون ده مش هيبقى كده. ايه يا جماعه في ايه يا جدعان راضي بقى ربنا يمسيه الخير. قال لي ادخلي شوفي تعالي ادخلي انت، محدش هيرضى يدخل غير انا وانت. دخلنا بقى، احنا دخلنا ولقينا حاجه بتطير في يعني بنات بتطير في السقف. مش ممكن بتطير يعني بتنط كده تمسك السقف وترجع وتعمل هنا وهنا وتعمل هنا وهنا وابتدوا يبقى يكتفوهم ويمسكوهم ومش عارفه ايه وبتاع. ده الجن بيحتفل ان انت شرفت البيت ودخلت. معرفش بقى ده كان ايه. معرفش ده كان ايه. وعملت انترفيو وكان في دور فوق كده، واحده فيهم برقت لي كده وقالت لي لو ما مشيتيش انا هاخدك معايا تحت. هي قالت لي كده، انا مشيت وما رجعتش تاني بقى خلاص. الحلقه كملت لوحدها. انا ما ظهرتش تاني في الحلقه. يعني الحلقه كملت ساعه من غيري، انا ركبت عربيتي روحت. حتى علاء حسنين والناس دي راحوا لوحدهم مع الكاميرا. لما رحت خفت بجد؟ لا ما خفتش، ما ليه اجيب لنفسي اذى. بس انا عايزه اقول لك حاجه، من بقى لو انت هتصنف حياه ريهام سعيد هتقول ما قبل هذه الحلقه وما بعد هذه الحلقه. ما قبل العفاريت وبعد العفاريت. يعني لو في حاجه اسمها لعنه فراعنه فهناك لعنه جن اكيد، لان انا حياتي باظت بعديها. مش ممكن بعد الحلقه دي؟ قبل الحلقه دي مش اي حاجه، ولا جدل ولا مشاكل. انا فاكر ولا اتذاعت على مرتين يا ريهام على ما افتكر، او انت عملتي متابعه ليها بعد كده. طلعت ترند وورلد وايد. يعني العالم كان بيتفرج عليها. كانت عامله زي ماتش الاهلي والزمالك. كان الشارع فاضي اكتر. انا فاكر بعد الحلقه دي على طول سلسله مشاكل ليس لها. دخلت في ايه؟ لا مشاكل في كل حاجه. مشاكل وقطع رزق ووقف حال وطلاق وعيا ومرض وتشويه وكل حاجه. كل حاجه ممكن تتخيلها بسبب الحلقه دي. انا يعني في ناس ما بتؤمنش بده فهتقول لك هي كده بتروج للخرف. لكن انا مؤمنه جدا ان بعد الحلقه دي انا حياتي باظت. ولسه بايظه. احنا دخلنا في 10 سنين. السنه العاشره اهي. مش معقول. طيب اولا ما اعرفش انت عندك اجابه ولا لا. هل تابعت البنات دول ايه اللي حصل لهم بعد كده، بعد زيارتك وبعد زياره علاء حسنين وبعد اللي حصل؟ انا طلعتهم عمره يعني انا شخصيا بعدها بفتره. ساعتها طلعتهم عمره بيقولوا انهم بقوا كويسين. ما اعرفش بقى حاجه عنهم ساعتها. ما انا ساعتها قلت ان انا هقطع علاقتي بالقصه دي بالملف ده. وحتى دلوقتي لما بتطرق له يعني انا بتخانق مع الاعداد طول الوقت. ان احنا بيجي لنا رسائل كتير قوي. دي ممسوسه دي مش عارفه. اقول لهم لا، ولا هقعد مع الناس اللي بيزعموا انهم معالجين، ولا هقعد مع الناس يقولوا لي ان معمول لك عمل، ولا هقعد مع ناس لاني عرفت بقى داخليات القصه ان ممكن ازاي حد يأذيك حتى لو هو على بعد. حتى انت طالع في التلفزيون. تحصنتي، حميتي نفسك، خدتي اجراء؟ طيب بس انا حاسه اني لسه مأذيه يعني. لسه. تجربتك في ملف الجن ده اكثر قسوه ولا تجربتك ال 45 يوم اللي انت خدتيهم 5 احداث؟ لا انا ما عنديش تجربه مع الجن اصلا. انا عمري ما كنت ممسوسه ولا بس انت بتقولي ان انت انا بقول لك زي اهو بقى لك 10 سنين وده رقم كبير يا ريهام يعني. انا بقول لك ان بعدها كل حاجه باظت. بس ارجع تاني واقول ان كل اللي حصل لي مكتوب من قبل ما اتولد. يعني ما فيش حاجه السبب فيه. ايوه. لكن انا بقيت ما بحبش القصه. تمام. ايه القرار او الحلقه اللي عملتها ريهام بعيد عن الحلقه دي او وندمتي، او طريق مشيتي فيه وندمتي انك مشيتي فيه على المستوى المهني؟ بتكلم مستوى شغلك في قنوات كتير. انت ريم البارودي واحمد سعد. ريم، المشكله دي ايه الحكايه؟ الحكايه ان انا وانا بعمل اي لقاء في الدنيا الناس تتخيل ان ممكن قوي اكون واخده سكه او معالجه او واخده اتجاه معين او واخده اتجاه. لا، ما ببقاش واخده اتجاه خالص.
بس في حاجات بتبقى واضحه قدامك، يعني زي ما حد يجي يقول لك مثلا فلان قتل فلان ومعترف، تمام، وفي حكم محكمه وخلصت. هل ينفع باي شكل من الاشكال انك تكون بتدافع عن القاتل مثلا؟ لا. فانا عملت الحوار ده بان واحده كانت متجوزه واحد، وبعد مده قليله قوي 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 تم زواجها من زميل او من حد. فكنت بعمل الحوار من السكه دي، ان هي فعلا كانت ساعتها مجروحه جدا. يعني ما كانتش بتمثل، يعني هي فعلا كانت موجوعه يعني. فانا زعلانه ان انا دخلت، يعني اعتبرت طرف. يعني سمية الخشاب مثلا ما بتكلمنيش غير دلوقتي لحد الان، مع ان هي بتكلم ريم. صراحه هم وانت انا بستغرب قوي الحاجات دي، بستغرب جدا الحاجات دي. انا مذيعه، انت بتعملي شغلك، حضرتك بتكلمي صاحبه الشأن، طب بتضايق مني انا ليه؟ ولحد اللحظه ما تكلمكيش سمية خالص؟ حاولت يعني كذا مره. بتبان مثلا تطلب مداخله من حد، عايز تعمل لقاء مش عارفه ايه. لا هي انا شايف لسه في احكام ومحاكم بينك وبين لا هو حكم ريم ولا حاجه كان قريب خلاص. ده كان لسه قريب. هو كان في حكم من زمان وتأيد، بس وتأيد. طب انت وريم علاقتكم ايه دلوقتي؟ لا مفيش علاقه. انت خسرتي، مش خسرتي يعني، ريم ما بتتواصلوش، سمية ما بتتواصلوش. لا انا ما اعرفش. لا كنت اعرفها كويس، لا ما بنتواصل. طب وليه؟ لا بس انا مفيش حاجه بيني وبين سمية خالص. طب انا بحبها يعني، انا فاهم، عشان بس تبقى فاهم. انا بستغرب عدم القبول اللي بيحصل من بعض الاشخاص لله في لله. يعني تحس ان الواحد كرهك مش عشان موقف، هو كرهك. يعني زي مثلا انا عملت حلقه مع احمد الهواري، زينه زعلت خلاص، مع ان احمد اللي بيتكلم. زينه واحمد صحاب جدا دلوقتي جدا. يعني ان شاء الله تكون يعني مش زعلانه مني، لكن انا كنت عارفه انها زعلانه مني. فما بفهمش انتوا بتكرهوني انا عشان انا ده شغلي يعني. طبعا. طب ده بالمناسبه ده ريهام بيأثر على شغلك؟ ايوه بيأثر. انا شغلك اللي هو التمثيل طبعا. يعني انت بتشتغلي في دراما ومسرح احيانا. اكتر البرامج اللي خسرتني ناس في حياتي انا وسعد الصغير في النهار، المقلب ده. مع انه مقلب، كان مقلب جامد جدا ورهيب وكله فريش، مع ان الكلام اللي اتقال في الحكايه مقلب بس وجعهم لغايه دلوقتي. في اشخاص انا بحس انها ما بتقبلنيش عشان بسبب الموقف ده، البرنامج ده، عشان يمكن الكلام اللي اتقال في الهزار هو حقيقي او هي فاهمه انه حقيقي. بس انا ماليش اني اقوله، انا بقوله هزار والناس فاهمه انه هزار. زعلانين. ايوه بس ليه؟ ازاي زعلانين؟ يعني ازاي انا اروح مثلا يعني انا النهارده انت عملت مقدمه وقلت بتاعت المشاكل ومش بتاعت المشاكل والمصحف يا اخوانا ريهام والله مهنيه وشاطره جدا يا جماعه. هو لازم يدخل الدخله دي عشان يعني دي شغله، ما اقدرش ازعل منه. ده شغلي برضو. شغلي ان انا اغطي الاخبار، حاجات الراي العام، مش عارفه. بس من ساعه حكايه زينه وانا براعي حاجه بصراحه. بتحطي نفسك مكان الاطراف الثانيه علشان خاطر ما تجرحيش، ما تعوريش حد. انا كنت في الاول فيري بروفيشنال. قضيه خدت راي عام خلاص هغطيها، اعرف اللي بيعملها او ما اعرفش مش مهم. لا دلوقتي قاعده اقول لهم هيزعل، ممكن يتجرح، لا ابنه هيشوف اللقاء، بنته هتتفرج. بدات احساسك اتغير احساسي اتغير برده فعل الناس مع التناول ده. طبعا طبعا. تمام. لو قلت لك قائمه الناس اللي انت مش بتكلميهم، انت قلت لي غالبيه الفنانين اللي ظهروا معاكي في البرنامج الجميل انت وسعد مش بكلمهم، في خلاف بيني وبينهم يعني بسبب لا في ناس انا بحس لما بقابلهم ان هم زعلانين بس مفيش خلاف معلن. انا متخانقه مع مين من الوسط او ما بكلموش يعني الاعلامي ولا الفني؟ كله. واحده في الوسط الفني وواحده في الاعلامي. تمام، عشان نحير الناس ده ولا ما نحيرهمش؟
هم هيبقوا عارفين. اكيد عارفينهم. 2. ممكن تتصالحي معاهم؟ هو انا لو اعرف المشكله هدور على حل. اتصالح. ماشي. بس هو مفيش اصلا مشكله. مفيش يعني ولما حصل حوار ان هي ايه المشكله، ما كانش في مشكله. فهو دي ناس ما بتحبنيش. لا على فكره يا ريهام، ما هو مش شرط ان كل الناس تحبني او تكرهني. لا. طبيعي الحياه كده مليانه. لا، في فكره ناس ما تحبنيش فخلاص انا لا اعني ليها شيء. وفي ناس تبقى عايز تاذيني. لا، الايذاء طبعا دي محطه ثانيه خالص. الايذاء ده بياخد مرحله الكره، يعني ان انا ابقى عايزه اذي حد فاتكلم عليه وحش واشوه صورته واخلي مش عارفه مين يتكلم عليه واروح اقول عليه واخلي ده يكتب عنه واخلي ده مش عارفه اعمل ليه. يعني ليه الحرب دي؟ ليه؟ انا مش لاقيه لها سبب خالص. تمام. ريهام، طموحك ايه في اللي جاي؟ يعني انت 25 سنه مهنه، حققت نجاحات في المحور، نجاحات في اكتر في النهار، نجاحات حتى في قناه الشمس اللي كنت فيها، قناه هي ايضا انت عملتي رواج ليها والاسم ظهر بقوه. ان انا اطلع للعالميه، طلعنا كذا مره للعالميه بالحلقات دي، بس ابقى يعني ناس بره، مش الجاليات المصريه اللي بره اللي عارفيني. لا، يبقى الناس عارفين ده ابرا. يعني. ايوه. ريهام، يمكن اللي يتابعنا بعيد عن الاعلام، ايه اللي رماكي في سكه الفن؟ انا العكس. انا واخده بكالوريوس اداب قسم مسرح تمثيل. والشعبه الاصغر بتاعتي اعلام، وبعدين رحت عملت ماجستير في الاعلام. تمام. انا اصلا ممثله، وكنت بشتغل في الهناجر وفي مسرح الدوله وفي كده من وانا عندي 17 سنه. واهلي ما وافقوش على التمثيل، فاضطريت ان انا ادخل الاذاعه عشان اعرف مخرجين عشان امثل كمان. فربنا وفقني في الاذاعه. فانا اعتبرته بعدني عن التمثيل. بعد كان التمثيل. كنت لو استمريتي والاهل ما عرضوش، كنت هتبقي في انهي درجه وانهي مرحله؟ كنت هبقى نجمه كبيره جدا. نجمه كبيره زي مين دلوقتي؟ لا، هبقى زي يعني هبقى نجمه، لان انا اصلا الفنان عادل امام لما شافني كنت بعمل انا ورامي امام مسرحيه في الجامعه. كانت اخراج استاذ محمود اللوزي الله يرحمه. محمود اللوزي ابو يسرى. دكتور محمود. كانت اسمها برج المدابغ. دكتور محمود اللوزي. جه بس ايدي وقال لي انت نجمه. الله. نجمه يا خبر. كنت كوميديانه كمان في كنت بعمل دور فيفي. فخلاص خدت شهاده من حد ان انا عملاق. وجالي فرص كتير قوي كويسه قوي. انا حتى لما كبرت وبقيت مذيعه جالي فرص بندم عليها دلوقتي جامد جدا، كانت ممكن تخليني. يعني انت ضليتي طريقك من الفن للاعلام، وانا في الاعلام ضيعت فرص عشان الاعلام. يعني دور هبقى فيه فتاة ليل مثلا، اقول لا مش عايزه اطلع واحده بتقول الفاظ مش عارفه. ايوه عشان كان ساعتها هتسلخ. ازاي بتاعت الخير هتعمل مش عارفه ايه. مين اكتر فنان حبيتيه في الوسط في تعامله، سواء مسرح او دينا وريهام عبد الغفور؟ الملائكه، يعني ملائكه. 2 ملائكه شايفاهم ملائكه بجد. مش بهزر، 2 ملائكه. وريهام عبد الغفور بالذات. مهما تتخيل الطيبه والنبل والتصالح وحاجه ما حصلتش. ودينا طيبه قوي 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 يعني. ايوه. متواصله معاهم وتكلميهم انا علاقتي الحمد لله كويسه بكل. انا مش متخانقه في الوسط الفني غير مع ريم. ريم اصلا انا هتكلم بيها في فتره كده من كام شهر، وكلمتني بتفكر وبتؤثر السلامه. يعني اشمعنى انتوا قفشتوا كده؟ والله انا لو اعرف المشكله فين احلها. انا ما عنديش مشكله خالص معاها. انا ما اعرفش ايه المشكله عشان احلها. طب واحمد سعد؟ ما فيش مشكله. وبتتكلموا عادي وامان، ما فيش ازمه خالص؟ لا مش. ريهام، واحنا بندردش من شويه في فاصل من الفواصل، انا رغم ان انا اعرفك من سنين، من حوالي 19 سنه، ولكن انا اتفاجئت ان عندك يوسف
انا مش عايز اقول سنه كام. يوسف 25 25 سنة سنه وأمينة 23 سنة. ما شاء الله، ربنا يخليه. انا فعلا طارق. اتفاجئت. انا حسابي ان ابنك الوحيد اللي هو الصغير، طارق لا. لكن اكتشفت ان يوسف 25 سنه والقمر اللي احنا شفنا صورها من شويه، هم فين وعلاقتك بيهم ايه وبتشوفيهم كل قد ايه؟ لا هم عايشين معايا. عايشين معاكي. بس انت قلت ان هم درسوا بره. درسوا بره 4 سنين بس ورجعوا بقى عملوا ماجستير ورجعوا. هل الجمهور او الناس تعرف ان انت عندك 3 ولاد وشافت جمهوري بيتفرج على برنامجي؟ عارفين بتتكلمي عنهم؟ عارفين، بتكلم عنهم كتير بس هم بيكرهوا البرنامج وبيكرهوا الميديا وبيكرهوا الدنيا دي كلها. ليه؟ بيكرهوا، جابت لهم مشاكل كتير. هم شايفين ان كل المشاكل اللي وقعوا فيها، اللي حصل قلق في الحياة بسببها الاعلام، بسبب الشغلانة دي، بسببها الاعلام. فشايفين ان ليه ما نفتحش عربية اكل، ليه ما نعملش بيزنس، ليه ما نعملش، ليه تشتغلي كده. بالنسبة لهم يعني رعب. مش هقول لك زعلني، ولكن هو صدق زياده منك وشفافيه زياده لما قلتي ان انا ما بثقش في حد. لا خالص. وقلتي امي، الام اللي هي اقرب حد ليكي في الدنيا. ده يترجم ازاي يا ريهام؟ يترجم ان حتى لو هي امي انا مش هثق ان قرارها صح، او مش هثق ان دماغها صح، او مش هثق. يعني هي زمان مثلا كانت بتغير المنبه تقدمه ساعه عشان الاتوبيس يفوتني عشان ما اروحش الرحله. خلاص هي من منظورها كده ان انا كانت بتحافظ عليا. انا ضيعت لي جزء من طفولتي، ان انا كان ممنوع اروح رحلات المدرسه، كان ممنوع اخرج مع صحابي، كان ممنوع. فانا لما كبرت انا بجد ما بثقش في حد، والناس متغيره. يعني النهارده ممكن نبقى قاعدين مع بعض نتحاور، يجي بكره تعمل لي حاجه وحشه، ممكن انت سامي. ايوه فاهم، ممكن تاذيني في حاجه. انا في ناس كانت كويسه قوي معايا وقلبت عليا بدون سبب، بدون مفيش ما يستدعي او يبرر ده خالص. وفي ناس كانت حبايب وبناكل عيش وملح مع بعض وقلبوا. اول ما المصلحه بتخلص الدنيا بتخلص. طيب انت شايفه نفسك ريهام سعيد فين؟ على المستوى الفني التمثيل وعلى المستوى الاعلامي. لو انت حيدتي نفسك كده، بصيتي على ريهام المذيعه وبصيتي على ريهام الممثله، بتقولي ايه عنها؟ لا انا بص، انا الناس اللي عارفاني عن قرب عارفه ان انا عمري ما قلت على نفسي كويسه في حاجه. وحتى كل الحلقات اللي الناس بتقعد تقول لي برافو ومش عارفه ايه، اقعد انا كنت وحشه في الحته دي وكنت وحشه في الحته دي. فانا مثلا اقعد اقول ايه، انا مش موجوده خالص كممثله. انا بقعد اقول لنفسي كده. وموضوع الاذاعه ده صنفني عند المنتجين ان انا مذيعه. صوتك اذاعي. مش ممثله. فما ينفعش ابقى في يوم من الايام بترشح بكثره زي ريهام، زي مش عارفه مين، زي مين. وبعدين فجاه يروح ربنا باعت لي حد مثلا يقول لي في نجوم كتير قوي، لو انا قلت لك دلوقتي مثلوا ايه مش هتعرف تقول لي. او لو قلت لك اساميهم هقول لك عملوا مسلسلات ايه مش هتعرف تقول لي. لكن انا الناس تقابلني في الشارع تقول لي اشجان في شارع عبد العزيز وفاطمه في ابن حلال. فانا بدل انا نجحت ان انا سبت بصمه، اسيب بصمه، يبقى انا تمام اديت دور. ريهام كنا شركاء في رحله ماتش مصر والجزائر في السودان، وكنا شركاء في العوده. لما انت كده ان هو حضرني وانا لسه عيله، اتخانقت يومها عشان لما اقول بتاعت اتخانقت يومها مع الطيار. انا فاكر كنا قاعدين جنب بعض انا وانت. الافتراء بيقول لك اتخانقت مع الطيار. عارفه قعدنا في الطياره قد ايه؟ حوالي 4-5 ساعات. ما هو كان في دربكه يومها. لا 4-5 ساعات في الطياره مقفوله. مقفول بابها. حصل فيها اكتر من عدد الركاب. يعني لو عدد الركاب مثلا 20، كنا ميكروباص، احنا 40، كنا ميكروباص، كل واحد واخد على رجله. والراجل قافل الباب وهنطير دي كام ساعه؟ 3-4 ساعات. وعرق كنا نموت كلنا. دكتور مش عارفه مين جاله سكته قلبيه، مين جاله مش عارفه. يقول لك انت بتاعت مشاكل. قمت قلت له ايه طلعتنا ليه؟ يعني كنت خلينا في الهوا، طلعتنا الطياره تقفل علينا ليه؟ تموتنا ليه؟ واحنا اوريدي عايشين 3 ساعات رعب قبليها، سكاكين واسلحه، كنا مش عارفين فين الدنيا بايظه. احنا هنموت ولا ايه؟ خدناها ماشي لحد المطار. كان يوم صعب. كان عايز اقول لك حاجه.
عمري ما رحت ماتش تاني بطلتي خالص. خدت قرار نهائي ما تروحيش ماتشات هي ملهاش دعوه بالجزائر ولا مصر ولا ايه. اه انا مش همشي مع جمهور متعصب طبعا. تاني خلاص. انت هروح بيك الحاجه تانية، انت اهلاويه ولا زملكاويه ولا مالكيش في الكوره؟ انا كنت اهلاويه، بعدين اتجوزت واحد زملكاوي ايوه. ممكن يطلقني لو انا جبت سيره الاهلي. مش ممكن. فانا زملكاويه غصب دلوقتي. بس انا بحب الزمالك دلوقتي، لا بجد. لا يعني كنت مغصوبه عليا في الاول، دلوقتي انا بحب الزمالك جدا. جوزي قال لي حاجه، قال لي بصي الفرق بين جمهور الاهلي والزمالك، بيحببني في الزمالك. جمهور الاهلي متعود ان الاهلي يكسب، فبيشجعه عشان هو الفريق اللي بيكسب دايما، لكن جمهور الزمالك بيشجعه عشان يكسب، وده فرق في الكواليتي بتاعت الجمهور. بيصبروا نفسهم بالبقين دول. اللي قالهولي دي بيصبروا نفسهم، دي مش الحقيقه، ده هو اللي قالهولي. ايوه بيصبروا نفسهم كده. احنا لسه كسبانين يا حبيبتي، بتاخدوا عارفه طبعا مبروك لكل زملكاويه، طبعا مبروك لاستاذ احمد الفوز. ولكن طب شفتي التنظيم؟ طب بعد الماتش شفتي اشرف صبحي وهو مزنوق؟ لا شفتي الخناقه اللي حاصله؟ شفتي العشوائيه؟ انا السلوك اللي بيبقى من الجماهير في الكوره انا ما بحبوش. من موضوع السودان ده اتعلمت ان لا، مهما نظمت، مهما عملت، مهما سويت، التعصب الكروي ده مرض. ماشي، بس انا دلوقتي انت زعلتيني. انا مره جوزي كسر رجله وهو بيتفرج على الماتش، والله. ده انهي ماتش فيهم؟ كان ماتش الاهلي والزمالك، والاهلي دايما بيجي في اخر دقيقه، اخر 60 ثانيه بتكون القاضيه ممكن راح ايوه، وراح واخد ركبته دي ضاممها على بتاع، قطع كسر ركبته. لا كسر. الماتش ده من كام سنه؟ وانا اقول لك هو ماتش ايه؟ من كام سنه؟ لا ده من سنه وسنتين مثلا. ما هو الاهلي بيغلب كتير. مش فاكر. الاهلي بيغلب كتير. طيب انا بس الزمالك بيغلب برضه. بيغلب بس بقى كل 6 سنين بيكسب. وبعدين على فكره هي الكوره مش اللي بيغلب. امال يعني ما يعني هتقول محمد صلاح بيلعب كويس لما تعدله كام جم في مصر؟ اكيد لا. طيب يبقى مش اللي بيجي بيغلب، اللي بيلعب. اتغيرت قوي من ساعه ما بقيتي زملكاويه يا ريهام. اللي بيلعب. يعني انت دلوقتي الاهلي والزمالك تشجعي الزمالك؟ بشجع الزمالك. طب الاهلي والترجي، الاهلي والاسماعيلي، الاهلي والمحله؟ بشجع مصر. ماشي. طب الاهلي وفريق تاني غير الزمالك بتشجعي مين؟ لا مش بتفرج بقى خالص. مش بتتفرجي؟ ما بيبقاش حدث في البيت يعني. الحدث هو الزمالك. هو الحدث هو الزمالك. لو مفيش الزمالك خلاص مفيش حدث. طب كويس والله. او بيبقى لما بيبقى في ماتش ما بطلعش حلقه فبنبسط. انا عندي تقليد كده. ايوه ان ما بقاش موجوده عشان ابقى موجوده في ماتش، مش هطلع هوا، مش عارفه انافس. انا مستمتع جدا بحواري مع الإعلامية الشاطرة جدا والموهوبة جدا، واللي أنا وهي متواصلين مع بعض على مدار السنين اللي فاتت، وليا الشرف إن إحنا اشتغلنا مع بعض فترة من الفترات، وكنا بنستشير بعض في بعض أمورنا المهنية. ريهام بشكرك جدا إنك أنت نورتينا في تلجراف مصر. أنا أول مرة أعمل لقاء في موقع على فكرة. ده شرف لينا، شرف لينا بجد. بشكرك انك انت جيتي وقطعتي من وقتك ونورتينا. الفرح اللي انا شفته هنا ده بصراحه يعني لازم اقول للناس عليه، ان دايما الواحد بيبقى متخيل ان الموقع ده حاجه صغيره بتاع سامي عامل صرح، وكميه الصحفيين وكميه الشباب الصاعد الواعد، يعني بجد ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم باذن الله. بشكرك على الشهاده الجميله دي. بشكرك. موفقه في خطواتك، موفقه في كل اللي بتعمليه على المستوى المهني، سواء في التلفزيون او سواء في الاعلام، لان ريهام ما راحتش قناه، حتى ان شاء الله قناه صغيره جدا، الا لما كانت هي في الصداره وهي رقم 1 وهي راس حربة النجاح في المنظومه دي حقيقه. لما الكرو بتاعي بيقول لي القناه دي صغيره اقول لهم هتكبر بيكم. ده اكيد، ده اكيد، لان انا شايف وبراقب اداء الجميع واداء ريهام بالذات. انا وريهام اختلفنا كتير بجد. اختلفنا، عملنا خناقه مره مع بعض، قعدنا سنتين. دي ايه؟ ايه بتاعت ايه؟ طب والله العظيم بس انا طيبه ازاي؟ انت ناسياها؟ بتاعت ايه؟ لا دي كانت خناقه. خلاص بقى
قعدنا مش هيعرف يقولها. لا خلاص غلطان بقى. فيها. لا اصل لا عشان غلطان فيها مش هيعرف لا يقولها. هو موضوع جه بس هيشيل الحته دي. عارف لو شلتها مش هشيلها. لا. هطلع اقولها مش اعمل هشيلها. عليها لا لايف. مش هشيلها. بس لكن بعد احنا قعدنا فعلا سنتين ما نتكلمش، ولكن اول ما اتقابلنا واتكلمنا بالصدفة خلصت القصه طيبه جدا. جواها طفل صغير ريهام سعيد، الناس تحس انها كتله من الشر ماشيه على الارض وهي بتستني بس وكتله من الشر والله مش شر. لا هو انما شخصيه قويه. لكن هي ريهام شخصيه قويه وعلى المستوى المهني رائعه جدا جدا جدا. انا لسه محييها من اسبوعين، عملت لقاء مع اسره حبيبه الشماع، وفي نفس الوقت وفي نفس الحلقه لقيتك جايبه اسره السواق المتهم اللي خد 15 سنه. فده برضو اداء مهني رفيع ما يعملوش الا شخص يتمتع بامكانيات معينه وادوات معينه. ريهام واحنا بنختم، هل لديك اقوال اخرى؟ شكرا ومبسوطه قوي ان انا كنت معاك. انا بشكرك ونورتينا بجد والله، وخطوه عزيزه وحوار جميل. بشكرك.